ألم تهز انتفاضة سيدي أفني المغرب من أقصاه إلى أقصاه؟ ألا يعيش المغرب سياسيا وإعلاميا على إيقاع هبة الجوعة والمعدمين التي جعلت أجهزة الأمن المغربية تلجأ إلى أبشع وسائل البطش والإرهاب مع المنتفضين؟ ألا يصفون العاهل المغربي مثلا بأنه ملك الفقراء؟ أليس هناك وفرة غذائية في المغرب؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، الناطق الرسمي باسم منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى السيد أبو بكر صغير رئيس تحرير مجلة الملاحظ التونسية. نبدأ نقاش بعد الفاصل. المغرب 50% تحت خط الفقر، في مصر 70% تحت خط الفقر. لما تأتي للمغرب، دخل المغرب الآن دخله الخام هو 50 مليار دولار. الإحصائيات تتحدث على أن حوالي 20% تذهب إلى القصر الملكي، تذهب إلى المخزن، تذهب إلى الملك. يعني أن الملك شخص ومن يحيطون معه بضعة مئات، ممكن أسرة مالكة تأخذ 20% من دخل المغرب. هذا غير معقول. أولا دخل المغرب كارثة، أنه في 2008 يكون دخل المغرب 50 مليار دولار. إسبانيا بجانب المغرب وتقريبا مرت بنفس الظروف الاقتصادية، دخلها الآن 1100 مليار دولار، يعني 22 مرة دخل المغرب، والظروف مواتية. المغرب فيها ثروات سياحية غير معقولة، فيها ثروات سمكية، فيها زراعة، فيها أراضي زراعية، فيها كيف ممكن أن يموت الشعب المغربي من الجوع أو لا يجد دواء أو لا يجد غذاء ويقولون ارتفعت الأسعار؟ طيب ارتفعت الأسعار، أنتم المفروض تستفيدون من ارتفاع الأسعار. لماذا؟ لأنك أنت مصدر، أنت مصدر للمنتوجات الزراعية. ارتفعت أسعار المنتوجات الزراعية، أنت تستفيد. صحيح قد تتضرر من البترول، ولكن توازنها. أنت تصدر المنتوجات الزراعية ومواد خام، فوسفات وإلى آخره، إذن أنت تستفيد. كل بلداننا هي مصدرة للمواد الخام أو للمواد الزراعية. هذه هي الأشياء التي ارتفعت. عندما يرتفع البترول، الجزائر تستفيد، ليبيا تستفيد، كل الدول البترولية تستفيد. عندما يرتفع المنتوجات الزراعية، المفروض تونس تستفيد، ليس تتضرر، لأن المفروض أنها بلد زراعي. عندما المغرب يستفيد لأنه بلد زراعي. في المغرب يعني يرثى له، وأنه هناك انتفاضات جوع وفقر وفي سيدي أفني ومن الكلام الفارغ الذي يقوله البعض. طيب هناك لجان تقول العكس تماما، أنه ليس صحيح أنه حدثت أي أعمال شغب، وليس صحيح أن أجهزة الأمن اعتدت على أعراض الناس وهذا الكلام. ومن جهة أخرى الصحافة الفرنسية تصف ملك المغرب بأنه ملك الفقراء. من لذلك يمتلك قصر في كل مدينة، وحول المدينة بيوت القصدير وبيوت الصفيح، والناس تموت من الجوع. لذلك هذا هو ملك الفقراء وملك اليتامى حتى. يعني بأي منطق هذا؟ الصحافة الفرنسية تدفع، وهناك داخل فرنسا وهناك داخل الغرب من يدفع إلى طحن أوطاننا وطحن شعوبنا. ما زال ينظرون نظرة استعلائية ونظرة استعبادية ونظرة استعمارية. ما زال هذه النظرة متواصلة عندهم. أي يتامى وأي أطفال وأي كلام. عندما تمتلك قصر في كل مدينة، وحول المدينة على بعد بضعة أمتار أو بضعة كيلومترات هناك قصدير، هناك مدن الصفيح، هناك الناس لا تجد ما تأكل. هناك أنا رأيت في برنامج أنه الذين قالوا أن أحد أبنائها فجر نفسه قبل 2 أو 3، وكان في قناتكم، في 6 متر يعيش 9 أشخاص أو 8 أشخاص. هل يعقل؟ في المغرب طبعا هل يعقل؟ ثم يقول لنا أن الملك للأطفال ولليتامى. هذا كلام فارغ لا معنى له. الواقع هو الواقع، والحقيقة هي الحقيقة.